شوكولاتة العيد بقى سعرها مبالغ فيه. تعالى اقولك النهارده ازاي تعملي احلى واطعم ضيافة للعيد باقل كمية من الشوكولاتة. ازاي حولنا ربع كيلو من الشوكولاتة الخام لكيلو الا ربع من شوكولاتة الباونتي بجوز الهند بدون بيض ولا زبدة ولا فرن. هتحضريها في دقايق، محدش هيصدق انك عاملاها في البيت وهيفتكروا انها جاهزة او شاريها من بره. حطوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة لو اول مرة بتشوفوني. يلا بينا نسمي الله ونصلي على رسول الله ونشوفوا شوكولاتة النهارده عملناها ازاي. انا هقول لكم المقادير بالجرام وبالكوبايه. هيكون عندي كوبايه من السكر 200 جرام، وكمان هيكون عندي كوبايتين ونص من جوز الهند كامل الدسم برضو 200 جرام. يعني 200 جرام سكر 200 جرام جوز الهند بالكوبايه، كوبايه سكر كوبايتين ونص جوز الهند. كمان عندي باكت من الفانيليا، وبكرر ان لازم جوز الهند بتاعك يكون كامل الدسم علشان الشوكولاته بتاعتك طعمها يطلع غني، لان انا مش هستعمل فيها اي مكونات غاليه. يعني مش هستعمل زبده، مش هستعمل حليب مكثف محلى، هعملها اقتصاديه جدا جدا. هقلب السكر مع جوز الهند حلو قوي، وبعد كده هضيف كوبايه من اللبن يكون برضو كامل الدسم. هقلب المكونات على البارد الاول واتاكد من توزيع اللبن مع جوز الهند والسكر حلو. هاخد الطاسة دي احطها على جنب، وهحضر الخطوة التانية اللي لازم تكون جاهزة معايا عشان وانا شغال كل حاجة جاهزة، ما سيبش الطاسة على النار واروح اعملها. هعمل ايه؟ هحضر نص كوباية من اللبن وكمان معلقتين من النشا. الخطوة دي او المقدار ده من اللبن مع النشا هيربط لي الحشوة، حشوة جوز الهند، علشان ما تبقاش سايبة معايا. انا كده حضرت كل مكوناتي، يلا بينا نرفع كل حاجة على النار بالترتيب ده. اول حاجه انا هرفع جوز الهند والسكر على النار، على نار تكون متوسطه، يعني ما تعليش النار قوي وما تسيبيش الطاسه وتروحي تعملي حاجه تانية، لان جوز الهند من اقل حراره ممكن يتلسع منك. وانتوا بتعملوا الخطوه ديت حاولوا يكون الحاجه اللي بتعملوا فيها تكون واسعه شويه عشان تساعدكم في التقليب. عايزه السكر مع جوز الهند يندمجوا كويس قوي، السكر يدوب وكمان جوز الهند يطلع الدسم اللي فيه ويطرى معايا. يعني ايدك فيه على طول باستمرار، تاخدي من تحت كده من تحت لفوق، وزي ما قلت لكم النار تكون متوسطة. لو سهيتي عنه ثانية هتلاقيه يلون معاكي، وانا مش محتاجاه يلون ولا ينشف. انا كل اللي انا محتاجاه ان السكر زي ما قلت لكم يدوب والجوز الهند يطرى. بعد ما اتاكدت ان جوز الهند عندي سخن كويس قوي والسكر داب، نزلت بخليط النشا مع اللبن. تقليبة سريعة على النار حوالي دقيقة واحدة لحد ما هتلاقوه معاكم بدأ يعجن او يمسك في بعضه يقفش في بعضه، يبقى انا كده ماشية صح. لو حابين الحشوة دي تكون اتسم من كده تقدروا تضيفوا زبدة، تضيفوا معلقتين زبدة، تقدروا كمان تضيفوا ربع كوباية من الحليب المكثف المحلى، او تضيفوا كمان شربات تقيل لو حابين نسبة السكر تكون عالية. الشوكولاتة دي نسبة السكر فيها متوسط، يعني مش عالية قوي ولا قليلة في السكر. هاخد الحشوة بتاعتي احطها في طبق يكون واسع شوية واسيبها تبرد تماما. انا حطيتها في الفريزر حوالي نص ساعة، انا عايزاها ما يكونش فيها اي حرارة وانا بشكلها عشان تمسك معايا كويس. بعد نص ساعة طلعتها من الفريزر، بقت ساقعة معايا، يعني كنت بشكلها وهي ساقعة مش وهي دافية خالص، لان مش هتتشكل معاكم مش هتمسك. يعني لو حاطين فيها زبدة هتمسك معاكم اسرع بكتير، بس انا ما حطيتش. انا كنت عايزه اعملها اقتصاديه جدا جدا عشان اللي عنده جوز هند باقي من رمضان هيروح يجيب ربع كيلو من الشوكولاته الخام ويعمل شوكولاته العيد باقل اقل الامكانيات. باخد حبه من جوز الهند واكورهم بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي، باخدها بقى بضغطها كده بين ايدي، هي مش هتتشكل معاكم غير بالضغط. تضغطوها من ايد لايد، وطبعا مع الجلافز الوضع يعني سيء قوي، مش عارفه اعمل بالجلافزات، فقلعت الجلافزات بقى وانا ايديا نظيفه الحمد لله، بنغسلها باستمرار. وبدات ان انا اشكل كويرات جوز الهند بالشكل ده. الحجم زي ما انتوا عايزينه، ممكن تعملوها كمان اصابع، بس طبعا جوز الهند يليق عليها قوي شكل الكوره كده على شكل جوز الهند. هيكون بقى عندي ربع كيلو من الشوكولاته الخام، شوكولاته بالحليب، دي شوكولاته بالحليب انسب حاجه ليها شوكولاته الحليب. سيحتها ازاي؟ اخدت الشوكولاته قطعتها الاول، وبعد كده بجيب حله فيها ميه
وغليت المية، حطيت بولة يكون فيها الشوكولاتة مش ملامسة المية. أهم حاجة في تسيح الشوكولاتة إن البولة ما تلمسش المية. نهدي النار وإيدك فيها، بتحطي معلقتين من الزيت علشان تلمع ولون الشوكولاتة معاكي يكون حلو. تقليبة في التانية، أول ما تبتدي الشوكولاتة تسخن بتشيليها من على النار، تقلبيها بره شوية وترجعي تحطيها على الحلة تاني لحد ما تسيح تماما. اوعي نقطة مية تنزل في الشوكولاتة وانتي بتسيحيها، هتقفش، ومهما تعملي هتقفش وتفصل منك الزيت بتاعها او الزبدة بتاعتها، ومستحيل ترجع تسيل تاني. على ما بجهز الشوكولاتة بحط كويرات جوز الهند دي في الفريزر ربع ساعة تمسك اكتر واكتر قبل الخطوة التانية. سيحنا الشوكولاتة، جهزنا كور جوز الهند، هنبتدي ان احنا نغلف جوز الهند بالشوكولاتة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. باخد بالمعلقة كده وبعد كده بالشوكة وهز الشوكة كويس قوي، ويكون عندي ورقة زبدة أنسب حاجة لشغل الشوكولاتات يعني، أو ممكن كيس تلاجة لو مش متوفر ورق الزبدة، يعني ما توقفيش نفسك. مفيش أسهل من كده، شكلها حلو قوي، شكلها شيك قوي، وطعمها حلو جدا جدا. تقدروا تدسموها بالخيارات اللي أنا قلتلكوا عليها. حطوا زبدة، حطوا كمان حليب مكثف محلى زي ما انتوا عايزين. ممكن كمان تضيفوا لبن بودرة، كل الخيارات معاكم. بعد كده عملت خيوط بالشوكولاتة كده، وتقدروا تقدموها بالطريقة اللي تناسبكم واللي تحبوها. ممكن تقدموها في ورق الكب كيك ده، بس الورق عندي كان كبير شوية، قدموها في طبق كده. اوريكم بقى من جوه عاملة ازاي، في منتهى الجمال. طعمها حلو قوي، طعمها في منتهى اللذاذة. حرفيا اللي بيحب جوز الهند هيحب الشوكولاتة دي قوي. لو عجبكم بقى فيديو النهارده ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه لو اول مره بتشوفوني. اشوفكم على خير في وصفه جديده وفيديو جديد. كل سنه وانتم طيبين ومع السلامه.